كويسه للاهلي. الاهلي كان عامل يعني اداء مش بطال. قبل ما نتكلم في الاهلي، اول حاجه حصلت النهارده في الاستاد وهو الاهلي فاميلي. اول ما دخل التالتة شمال على طول مباشره جمهور الاهلي رفض وجودهم، ووجه ليهم على طول يعني اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره، مش عايزينكم، اطلع بره. الحقيقه وما حصلش اي عنف، ما حصلش اي تجاوز. وجهنا لهم الرساله اكتر من مره. طبعا الامور يعني اللي كانت بتصار قبل كده ان هم برضو كانوا سبب في ان الاهلي ما يحضرش جمهوره مباراتين بعد كده في المصري وسيراميكا، من الشتايم، من خروج عن النص، من ان في ناس مندسين جوه الجمهور بتبلغ بتبلغ لجنه المسابقات. حاجات كتير جدا كان الجمهور مش راضي عنها. اتمنى ان هم يغيروا موقفهم، اتمنى ان هم يعني احنا اهلاويه عايزين الكل يشجع الاهلي، مش عايزين شتايم، مش عايزين خروج عن النص، عايزين فرقتنا وبس، عايزين فرقتنا وبس، عايزين فرقتنا وبس، مش عايزين غير كده. فيعني اللي حضر زمان يعني ايه جمهور الاهلي، يعني الناس اللي بتشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه، هم بيشجعوا لكن بروح الرياضيه، الطريقه الكويسه، العائلات، الناس اللي كانت بتحضر الماتشات، الستات، البنات، كل الناس دي كانت موجوده. لكن من بعد الاهلي فاميلي في بعض الامور ما كانتش عاجبه جمهورنا او احنا بمعنى اصح، فوجهنا لهم العتاب واللوم، وكذا مره قلنا لهم يطلعوا بره. لكن خلاص يعني تقبلنا بعد كده وجودهم، والماتش اشتغل وبدأت المباراة وكلنا شجعنا الأهلي بشكل طبيعي. الحقيقه بدات المباراه بسيطره تامه للنادي الاهلي. الاهلي البنك الاهلي ما كانش بيروح لمرمى الشناوي الا على بعض الفترات، ما كانش بيمثل خطوره كبيره قوي الا في اخر الشوط الاول بدا يمسك كوره. وده برضو دي مشكله، مش عارف لياقه بدنيه، لياقه ذهنيه، مش عارف. الاهلي دايما برضو يعني في اخر المباراه زي بتاع السان داونز واخر الشوط الاول. لكن الحمد لله يعني الاهلي جاب جون طبعا اولاني، جون عالمي. جون الواد امام عاشور ده يا جماعه حكايه. يعني انا احساسي القوي والاكيد كل زملكاوي بيندم على امام عاشور ده 1000 مره، كل زملكاوي بيندم على امام عاشور ده 1000 مليون مره. الواد ده من احسن اللعيبه اللي جات النادي الاهلي في خلال ال 25 سنه. انا بقول ابو تريكه، امام عاشور، علي معلول. علي معلول يعني يسبق امام عاشور، لكن انا بتكلم على المستقبل جاي لامام عاشور. المستقبل لسه قدامه كتير. علي معلول قدم كتير للنادي الاهلي. فبصراحه انا شايف ان اهم 3 لعيبه خلال 25 سنه ابو تريكه، امام عاشور، علي معلول. يجي بعد كده نجوم واساطير، بركات وعماد متعب وفلافيو، في ناس كتير وعبد الله السعيد لما كان موجود في الاهلي كان من الناس اللي كلنا كنا بنحبهم جدا. لكن اللي حصل منه حصل بعد كده. ففي اساطير بجد في النادي الاهلي عظيمه. فامام عاشور يا امام، الله يحفظك يا ابني. كمل كمل كمل. واهم حاجه الماتشات اللي جايه نخلص الدوري وفرجنا بقى على المتعة. متعنا في كاس العالم، متعنا في الاجواء الجميلة اللي هنشوفها في كاس العالم. بجد امام عاشور شابوه. امام عاشور دينامو، دينامو خط النص. انا شفته قدام عيني. حاجة يعني في حاجات ما كانتش بتيجي في الكاميرا اكيد. الولد يعني الكرة بس يعني ترتد علينا بيجري زي الصاروخ. يعني ممكن اي لعيب بنجوميته وبمستواه وباللي بيعمله، يعني ممكن ما حدش يطلب منه يعمل اكتر من كده. يعني راجل بيسجل وراجل بيعمل اسيستات، لا ده بيجري عشان يجيب الكورة لما بيكون هجمة علينا. لا بصراحة ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك. فكان هدف جميل جدا، هدف عالمي. الحقيقة يعني كورة في منتهى الجمال. استمتعت بها